طبعا بعد الكلمات الحلوة اللي أنا سمعتها وبعد يعني كل اللي محتاج أو كل اللي عايز يقول كلمة، أنا بشكركم جميعا على محبتكم وكلماتكم الكويسة والحلوة اللي أنا غير مستحقها. طبعا عارف إن الجو حر وأنا لسه جاي من مصر وجايب لكم معايا الشمس بتاعت مصر، وسمعت إن درجة الحرارة 30 ومصر درجة الحرارة 31، يعني زيكم بالظبط. آبائي الأساقفة والكهنة الأحباء، أبنائي المباركين الشباب والشابات، السادة والسيدات الحضور، أشكركم من عمق قلبي جدا على تعبكم وحضوركم اليوم في هذا المكان المبارك الجميل. حقا أنه ينطبق عليه قول المزمور رقم 133: هوذا ما أجمل وما أحلى أن يسكن أو يجتمع الإخوة معا. أنا اليوم أقف أمامكم وأنا غير مستحق لهذه النعمة وهذه الدرجة الكهنوتية وهذه الثقة التي وضعتموها فيا لكي أكون لكم جميعا خادما ومدبرا وراعيا للكل. هذه مسؤولية كبيرة جدا تتطلب مني الصلاة والعمل الدائم والمستمر ليل ونهار من أجل خلاصنا جميعا، صغيرا كان أو كبيرا. أطلب منكم أيضا أن تصلوا جميعا أن يعن الله على أن نكمل حياتنا بسلام ونصل جميعا إلى ملكوت السماوات. عشان كده بنتهز الفرصة دي وهبعت ب7 رسائل. الرسائل دي رسائل محبة وشكر وتقدير. أول رسالة هبعتها إلى مجمع أساقفة ومطارنة أوروبا على تزكيتهم لأكون أخ صغير وابن في وسطكم، أتعلم منكم، أخدم بينكم، وأطلب من نيافتكم جميعا الصلاة من أجلي لكي يقوينا ربنا على هذه المسؤولية. أخص بالذكر طبعا زي ما سمعنا سيدنا الأنبا يسطس، أسقف ورئيس ديري اللي أنا اترهبنت فيه وأنا اتعلمت فيه واتلمذت فيه على يد سيدنا خلال فترة سنواتي الأولى لدخولي الدير. شكرا يا سيدنا إن يفتك جيت، شكرا يا آبائي إن أنتم جيتوا. الرسالة الثانية إلى روح سيدنا الحبيب والمحب المتنيح الأنبا ميشائيل. أطلب منك يا أبانا الحبيب أن تذكرنا دائما ولا تنسانا، تذكر ولادك وتذكر شعبك وتذكر رهبانك، تذكر كنيستك اللي خدمتها بكل أمانة وبكل تفاني وبكل إخلاص حتى النفس الأخير. أطلب من ربنا إن هو يعني كما أعانك ويساعدني كما ساعدك، إن أنا أبذل قصارى جهدي لخدمة الأبروشية وأن يكمل جهادي إلى النفس الأخير. عشان كده أقل تقدير نقدمه لسيدنا الأنبا ميشائيل السنة دي يوم 5/8 هتبقى ذكرى السنوية الثانية لنياحة
سيدنا الأنبا ميشائيل. بالمناسبة 5/8 ده يوم رهبنتي. أنا اترهبنت 5/8 سنة 84. سيدنا تنيح 5/8/23. في اليوم ده إن شاء الله السنة دي إحنا قررنا إن على المزار بتاع سيدنا الأنبا ميشائيل هيكون القداس الإلهي ذكرى الثانية لنياحة سيدنا. وكمان أنا بطلب منكم جميعا كل الناس اللي عندها أي حاجة خاصة من سيدنا، صور، أيقونات، هدوم، أي حاجة خاصة بسيدنا، ناويين نعمل لسيدنا متحف يليق في هذا المزار، وهتبقى دي علامة ورد لجميل سيدنا الأنبا ميشائيل. بدعوكم كلكم 5/8 السنة دي هندعي كل الأطفال اللي بقوا كبار طبعا اللي سيدنا عمدهم، هندعي كل المتجوزين اللي بقالهم كام سنة سيدنا جوزهم، هندعيهم كلهم. هنعمل هذا اليوم تكريم لسيدنا وروح سيدنا الأنبا ميشائيل. رسالتي الثالثة هتكون لمجمع كهنة ورهبان الأبروشية. أطلب منكم جميعا أن نعمل معا من أجل خدمة شعب هذه الأبروشية بوحدانية واحدة وقلب واحد، لخدمة أبناء الأبروشية، لمساعدة الجميع إن هم يوصلوا لملكوت السماء. أنا عايز أعرفكم كلمة هنفهمها كلنا مع بعض، وهتبقى دي يعني الدستور بتاع حياتي. هناك فرق بين جملتين: نعمل مع بعض بمعنى لا يوجد رئيس ولا مرؤوس، أو نعمل عند بعض. نعمل عند بعض يعني في رئيس ومرؤوس. أنا بفضل جدا العبارة الأولى، نعمل مع بعض. كلنا هنعمل مع بعض. تلاميذ المسيح ال 12 تلميذ عملوا كلهم مع بعض، وفي الآخر الثمر وصلت المسيحية للعالم كله. إن شاء الله نعمل كلنا مع بعض بروح واحدة وقلب واحد عشان نحقق هدفنا اللي هو خلاصنا كلنا، خلاص شعبنا اللي بنخدمه ونرعاه. الرسالة الرابعة هتكون لشعب الأبروشية وكل الناس اللي حاضرة أو اللي سمعانا أو اللي شايفانا دلوقتي. إنني أعاهدكم أن أكون لكم جميعا من صغيركم إلى كبيركم، أكون لكم راعيا وخادما ومدبرا روحيا، كما أعرفكم أن طريقة التواصل معي ستكون دائما متاحة، سواء بريد، إيميل، تليفون. أي حد في الأبروشية عايز يكلمني، أي حد في الأبروشية عايز يبعت لي رسالة، أنا تحت أمركم جميعا. رسالتي الخامسة، طبعا احنا سمعنا قد ايه سيدنا الأنبا برنابا أسقف روما وتوابعها. سيدنا تعب معانا كتير، سيدنا خدم هذه الأبروشية بتكليف من قداسة البابا كنائب باباوي، كان يخدم بكل تعب ونشاط وهمة. حسنا بأبوة سيدنا أنبا برنابا، وبرضه سيدنا الأنبا أرساني في الفترة الأولى. حسينا قد إيه إن ربنا بعت لنا 2 آباء احتملوا كل الصعاب، كل المتاعب، كل عناء السفر، وطبعا مشاكل لا حصر لها. فأنا بالنيابة عن كل شعب الأبروشية وكل الكهنة وكل الرهبان بشكرك يا سيدنا أنبا برنابا على تعبك ومحبتك. ومن هنا
ربنا يعوض نيافتك أجر سمائي. وبرضه بنوصل سلامنا لسيدنا الأنبا أرساني. دي الرسالة الخامسة. الرسالة الستة، الرسالة دي عزيزة قوي عليا، طبعا كل الرسائل كانوا في قلبي، ولكن الرسالة اللي جاية دي رسالة عزيزة جدا على قلبي. سيدنا الغالي علينا سيدنا الأنبا دميان. سيدنا الأنبا دميان أنا خدمت مع نيافته في أول سنوات خدمتي هنا في ألمانيا. اتعلمت من سيدنا الأنبا دميان ولغاية دلوقتي بتعلم منه. اتعلمت منه الخدمة في ألمانيا، اتعلمت منه ازاي يتعامل مع الشعب الألماني، اتعلمت منه ازاي إنسان يخدم مع شعب جديد، يبشر وينقل المسيحية لإخواتنا. فأنا بشكرك يا سيدنا، وبطلب من نيافتك تصلي من أجلنا جميعا. وزي ما سمعنا سيدنا يوم الخميس الأخير في المجمع الاجتماع الأخير للمجمع المقدس، خدني على الجنب كده وقال لي سيدنا احنا واحد، احنا ايدينا في ايدين بعض. قداسة البابا طالب مننا ان احنا نعمل معا ان ألمانيا تعترف بالمسيحية كمسيحية كدين للبلد. أنا قررت يا سيدنا إن اسمك يذكر مع كهنة شمال ألمانيا، وكان ردنا. وبرضه يا سيدنا إحنا هنذكر نيافتك، ودي وصلتها لسيدنا البابا يوم الخميس لما كنت معاه في لقاء. قال لي أول مرة تحصل، ولكن ده إن دل على شيء يدل على المحبة. شكرا يا سيدنا، شكرا شكرا. آخر رسالة، ورسالة مهمة جدا، ودي لسيدنا الحبيب صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا تودروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. من هنا من مكانكم من ماينز ببعت لسيدنا رسالة. أشكرك يا سيدنا على الثقة اللي وضعتها فيا. أشكرك يا سيدنا إن أنت اخترتني أكون خادم لهذا الأبروشية. أطلب منك يا سيدنا دايما الصلاة من أجلنا. أطلب منك يا سيدنا تذكرنا دائما عشان ربنا يعيننا على هذه المسؤولية، وتصلي من أجل الكهنة والرهبان وخدام الأبروشية. يوم الخميس كان لنا لقاء مع قداسة البابا في منطقة الكينج، وبعدين دي كانت آخر رسالة أو آخر وقت ناخد بركة سيدنا البابا. قعد معانا سيدنا وادانا شوية توصيات، وبعدين قلت له يا سيدنا ولادك في ألمانيا عايزينك. قال لي اعمل فرحني وأنا هاجي أزوركم. فاحنا منتظرين نفرح سيدنا، نفرح سيدنا البابا. يعني ايه؟ هقول لكم يعني ايه. يعني مثلا نبني كنيسة جديدة، يعني مثلا يبقى في حاجة جديدة سيدنا يجي يفتتحها لنا. فإن شاء الله سيدنا يجي يبقى احنا كلنا نحاول نفرح سيدنا وندعي سيدنا يجي. سيدنا بلغ تحياته وصلواته ليكم كلكم، فأنا من هنا بقول لكم سيدنا بيسلم عليكم وبيصلي من أجلكم. أخيراً أطلب من ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وبركة وصلوات الآباء الأساقفة الحاضرين والمطرنة، يباركنا ربنا بكل بركة سمائية، ولإلهنا كل مجد وبركة إلى الأبد آمين.